هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن إجراءات الخداع اللي قامت بيها القيادة السياسية المصرية قبل حرب أكتوبر على مستوى ميدان الحرب، زي بناء نماذج لخط بارليف في الصحراء الغربية وتدريب الجنود على اختراقها، وإنشاء السواتر الترابية لإخفاء تحركات القوات المسلحة المصرية، وتدريب القوات على عبور القناة، والتأكيد الوهمي أكتر من مرة ببداية الحرب، وإصدار قرار بتسريح المجندين ورحلات الحج والعمرة، لغاية تسريبات معلومات للجانب الإسرائيلي إن مصر هتعمل مناورات شاملة من يوم 1 ليوم 7 أكتوبر. كل ده وأكتر في حلقة النهاردة. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر في حكاية بره المنهج. والبداية قدرت المخابرات المصرية إنها توفر معلومات حيوية من خلالها قدرت القيادات إنها تبني نماذج لقطاعات خط بارليف في الصحراء الغربية عشان تدرب الجنود عليها. ده غير خداع الأقمار الصناعية بملء المعسكرات بخيم فاضية وأكشاك خشبية متهالكة ويفط قديمة لشركات مدنية، واللي اتكلمنا عنها في حلقة منفصلة بعنوان خداع الأقمار الصناعية، وهتلاقي الرابط في الوصف عشان لو حابب تتفرج على الحلقة. المهم ان الجيش المصري قدر يبني سواتر ترابية في المناطق المواجهة لتمركز القوات الإسرائيلية عشان يخفي تحركات القوات المصرية. ده غير انه قام بإنشاء عدد كبير من السواتر في العمق بزوايا ميل مختلفة لنفس الغرض، وقدرت تحقق السواتر الترابية أهدافها في إخفاء تحركات القوات المصرية اللي بتتحرك لشاطئ القناة عشان تاخد أوضاعها الهجومية مع بداية الحرب. ده غير انها خلت العدو الاسرائيلي يقتنع بان الجيش المصري لجأ لاستراتيجية دفاعية وبدأ يبني السواتر الترابية عشان خايف من بطش الجيش الاسرائيلي. وطول صيف سنة 1972 كانت القوات المصرية بتتدرب على عبور القناة قدام قوات العدو وفي مواجهة أجهزة التصوير الإسرائيلية، لدرجة ان اللقطات اللي تم تصويرها لعبور القوات المصرية تم عرضها في نفس اليوم على التلفزيون الإسرائيلي. وبدأت الصحف المصرية إنها تتكلم عن العملية والتدريب على عبور القناة، وبدأت القوات المصرية إنها تكرر نفس التدريب بنفس الطريقة وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. وتكرار التدريب ده كان أكبر خدعة للعدو الإسرائيلي، واللي بدأ يضحك ويستهزأ بعدم قدرة المصريين على عبور القناة وعبور خط بارليف، واللي بيعتبر أقوى خط دفاعي عرفوا التاريخ. والمثير للاهتمام ان عبور القوات المصرية يوم 6 اكتوبر كان هو بالظبط نفس التدريب اللي كانت بتقوم بيه القوات المصرية، لدرجة ان العدو الاسرائيلي افتكر انه ده تدريب عادي في الوقت اللي كانت فيه القوات المصرية بتعبر بالفعل القناة. ومن ضمن خطة الخداع الميدانية اطلاق اكتر من رسالة على احتمالات قيام الحرب، وده اضطر اسرائيل انها تستدعي قوات الاحتياط اكتر من مرة، وخسارة إسرائيل لملايين الدولارات، وده باعتراف القادة الإسرائيليين نفسهم أمام لجنة أجرانات، واللي كانت بتحقق في هزيمة الجيش الإسرائيلي في 73 بأن المصريين قدروا يخدعوا القادة الإسرائيليين وأجهزة مخابراتهم. وفي يوليو 1972 يصدر قرار بتسريح 30,000 من المجندين اللي كانوا موجودين في الخدمة من سنة 67. لكن اللي ما كانش يعرفه الإسرائيليين إن كتير منهم خارج التشكيلات المقاتلة وفي مواقع خلفية بعيدة عن الخطوط الأمامية للحرب. وفي الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر 1973 يتم الإعلان عن حالة التأهب في المطارات والقواعد الجوية المصرية، وده خلى إسرائيل ترفع درجة استعدادها القصوى خوفا من حدوث أي هجوم للجيش المصري، عشان تعلن القوات المصرية بعد كده ان ده مجرد تدريب روتيني عادي. وفضلت القوات المصرية تعمل التدريبات والمناورات دي من وقت للتاني لغاية ما جه ميعاد حرب اكتوبر، لدرجة ان اسرائيل افتكرت في البداية انه مجرد تدريب روتيني وما كانتش فاكرة ان القوات الجوية بتستعد لبداية الحرب. وفي يوم 21 اغسطس 1973 يحصل اجتماع بين القادة السوريين والقادة المصريين للتحضير للحرب، وعشان محدش يعرف وحفاظا على سرية الاجتماع بيصدر الامر للقادة السوريين والمصريين بحضور الاجتماع بالملابس المدنية، وان الاجتماع هيكون على احد السفن اللي جاية الاسكندرية. وفي خلال الاجتماع ده تم تحديد ميعاد الحرب ما بين يوم 5 ليوم 11 اكتوبر.
وبعدها يتم تسريب معلومات للجانب الإسرائيلي بأن مصر هتبدأ مناورات شاملة في الفترة من 1 لغاية يوم 7 أكتوبر، وفي يوم 9 أكتوبر هيتم تسجيل الضباط الراغبين في تأدية مناسك الحج، بالإضافة لإقامة دورات رياضية عسكرية. وكل اللي بيحصل ده ما بيدلش غير على حاجة واحدة بس، إن مصر ما بتجهزش للحرب. ده غير اعتماد خطة الدفاع الاستراتيجي على عنصر المفاجأة، واللي كان غاية في الأهمية. وده لما قامت القيادة المصرية بإخفاء توقيت العملية حتى عن الجيش المصري نفسه، فكان التعامل مع ساعة الصفر في غاية السرية والخطورة، وعدم إعلانها إلا قبل الحرب بوقت قليل جدا. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة اللي جاية، وعن أسباب وطريقة اختيار ساعة الصفر، وتحديدا في الساعة 2 الظهر في 10 من رمضان وال6 من أكتوبر. ده غير إجراءات الخداع السياسية واللي قامت بيها القيادة المصرية قبل حرب أكتوبر، واللي اتكلمنا عنها في حلقة منفصلة. هتلاقي برضو الحلقة في القناة لو حابب تعرف تفاصيل أكتر. عاشت مصر حرة مستقلة، وتحيا مصر.